العدالة والفساد في مشاريع محافظة كركوك. قمت بمفاتحة ديوان الرقابة المالية للتأكيد من الموضوع حول الشكاوى التي تصلني، وتبين لي بعدم التزام المحافظة بالتعليمات الواردة من وزارة التخطيط، وهناك آلية غير واضحة لتوزيع المشاريع بين النواحي وأقضية محافظة كركوك. فطالبت من رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس اللجنة المالية وأعضاء اللجنة المالية بأن تعاد النظر في مشاريع المدرجة في محافظة كركوك بحضور نواب المحافظة أثناء عرضها في اللجنة المالية، وأيضا تعرض مشاريع تنمية الأقاليم، صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، وأيضا البترودولال، لنكون على واقعة على المشاريع التي تدرج في محافظة كركوك، ويكون لنا رأي وملاحظات على المشاريع المدرجة، ونكون على اطلاع تام بتفاصيل هذه المشاريع.